اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده على علي خلاف. يعني علي خلاف ده ناقد رياضي زملكاوي متعصب جدا، من زملكاويه متعصب جدا، وبيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. اللي زي ده في كل فيديوهاته بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه تجاه النادي الاهلي، كميه حقد وغل وكره تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه. فاللي زي ده بيحب يسير الجدل بكلامه اللي هو منتهى التعصب، بيحب الترند واللقطه. فطبعا علي خلاف طبعا هو بيقول كلام، يعني بيقول طبعا بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، بيقول كلام كله يعني بيقول كلام غير محترم، بيقول كلام بينم عن التعصب في الرياضه المصريه. فطبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل له مرض نفسه وعمل له تعب نفسه وعمل له عقده من سنين يعني. فطبعا علي خلاف طبعا هو ب 100 وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حياته. فتلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما قبله تجاه النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديوكم بجد والله العظيم حاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه وحاجه بجد منتهى الكره والحقد. تعالوا شوفوا معايا كده. اقول مبروك، اقول مبروك لمين؟ ومبروك على ايه؟ للاهلي على بصفته إيه؟ بطل للدوري العام. بأمارة ايه؟ بأمارة ان هو متصدر الجدول. أيوه. برصيد النقاط. ده اللي في الورق وده اللي مكتوب. يعني والله عايز اقول لك علي خلاف، يعني بجد انتوا بقالكم سنين بتدعوا المظلوميه، انتوا بقالكم سنين ما تيجي تيجي تقول ان الاهلي طبعا بأمارة ايه وبطل الدوري. الاهلي بطل الدوري غصب، يعني غصب عن اي حد. الاهلي بطل الدوري غصب عن اي حد. الاهلي بطل الدوري بمجهوده وبتعبه، عكس انتوا كنتوا بتاخدوا دوري قبل كده وواحد مش عايز يتكلم لان انت بتقول الاهلي كذا وبتقول مش عارف ايه. انتوا بتدعوا مظلوميه. الحكام كانت مع الزمالك كتير جدا، وتيجي تقول بعديها تيجي تقول تيجي تتكلم تقول على الورق الاهلي مش هو ايه اللي على الورق ومش اللي على الورق. الاهلي بطل الدوري في الحقيقه كحقيقه وكواقع والورق. الاهلي بطل الدوري، لكن هو عايز يعيش في دور المظلوميه. علي خلاف عايز يعيش في دور، وكلهم كده عايزين يعيشوا في دور المظلوميه، وان هم مظلومين، وان هم الحكام مش معانا اساسا. اصلا الحكام اصلا مع الزمالك يعني ياما جملتهم كتير جدا جدا، يعني جمله الزمالك كتير جدا جدا في كل حاجه بقى، في كل حاجه. فطبعا هو لازم يعمل كده، لازم يقول الكلام ده بحكم ان هو بيكره وبيحكي جدا. وعلى فكره اللي زي ده يعني علي خلاف ده بيطلع في فيديوهات ليه كميه حقد وغل وكره تجاه النادي الاهلي وتعصب وفتنه. دي اول حاجه عنده، لان هو منبع للتعصب والفتنه، بيعمل تعصب وفتنه جامده جدا في الرياضه المصريه. والغريبه اللي هو بيطلع ازاي في الاعلام انا ما اعرفش يعني. طبعا علي خلاف طبعا بيحب يسير الجدل زي ما قلت لكم، بيحب يسير الجدل بكلام اللي هو منتهى التعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا علي خلاف طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاجه كده عن النادي الاهلي. علي خلاف اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.